لا، اسمع يا بيزو، ده مهم جدا. بس الزمالك هيلعب افريقيا خلاص. لا يعني لا، يعني مش اكيد. طب انت حد لغايه اللحظه الزمالك النهارده الكابتن هشام نصر قال انه خلاص خلصوا كل القضايا المتعلقه بالرخصه الافريقيه. ايه اللي يخلي الزمالك ما يلعبش؟ طيب انا يعني هكمل على معلومه محمد سعيد، لانه كده على ما يبدو انه المعلومات متكامله مع بعض. وقبل الهوا على طول يعني برضو كنا حريصين ان احنا نجيب اخر ابديت في المواضيع. وده هتلاحظ حتى اعلان الابلكيشن بتاع الزمالك، المهندس هشام نصر قال ان احنا اغلقنا القضايا الخاصه بالرخصه. يعني كان في قضيتين متعلقين بالرخصه. ماشي. النادي بتاع بزيره كان قضيتين، ونادي ابراهيم انداي قضيه. الزمالك دفع او خلينا نقول حول الفلوس، لكن في جزء تاني لازم يتم. ايه هو؟ ان القضيتين او الثلاث قضايا يترفعوا من على سيستم الفيفا. ماشي. السيستم ده ممكن ياخد تقريبا 6 ايام علشان يعمل ابديت على القضايا. لسه الساعه 10 الا ثلث تقريبا كان الزمالك موجود في القضيتين الخاصين ببزيره بتاع نادي بزيره السابق يعني، وقضيه ابراهيم انداي. انا سالت ايوه يعني مسؤول، سالك المسؤول بتاع الزمالك قال لك ايه؟ سالت مسؤول مهم داخل نادي الزمالك. قال لي احنا عملنا اللي علينا. ايوه بالنص كده، والباقي على سيستم الفيفا. بقى على الله. الباقي على الله طبعا يعني. طبعا يعني احنا كنادي الزمالك يعني عمل اللي عليه ان هو دفع. يعني لحظه، وان هو قفل. معلش يا حسام انا واقف هنا لحظه. يعني حتى اللحظه مش مضمون بنسبه 100% ان الزمالك يشارك افريقيا؟ مش مضمون بنسبه 100% انه الزمالك يشارك في افريقيا انتظارا لرفع القضايا من على سيستم الفيفا. وده بيكمل نفس الكلام اللي عند محمد سعيد، انه لازم الرخص تكون كل حاجه مستوفيه، بدليل انه ده كان اهم ملف بالنسبه لنادي الزمالك خلال الايام اللي فاتت كلها. طبعا. فبالتالي نادي الزمالك سدد، وابراهيم انداي دفع الفلوس كلها مش تقسيط علشان عايز يخلص ويوصل لنقطه ايجابيه، لكن كل ده متوقف على الوقت. عنصر الوقت مهم جدا. 6 ايام على الابديت، على بال ما يحصل ابديت في موضوع الفيفا. هل الزمالك هيلحق؟ هل الكاف ممكن يأجل؟ طيب موضوع المد لغايه اللحظه دي لما سالت الناس المختصين داخل الكاف بالقرار ده قالوا لي مفيش قرار بالمد. اخر ميعاد يوم السبت، ده الديدلاين بتاع التراخيص وبتاع المسابقات. ماشي. لكن اضافه لكلام حسام في موضوع التسجيل، الفكره كمان مش سيستم الفيفا بس. انت الاطراف الدائنه اللي لها فلوس لازم تبعت ما يفيد ان هي خلاص استلمت مستحقاتها. انا لغايه ما ندخل الحلقه وحسام تاكيدا للكلام اللي قاله، هم كمان ما اكدوش ان هم استلموا مستحقاتهم. ده بالعكس، انا قريت تصريحات كمان في مواقع مختلفه بينفوا ان حصل اي اتفاق. وده تاكيدا للكلام اللي جاي من جوه اتحاد الكوره ان فعلا موضوع بزيره تحديدا انه النادي بتاعه قال انا ما استلمتش. لا، هو كان في خلاف على انه الزمالك كان عايز يقسط. النادي بزيره قال لك لا، انا تضررت من اللي حصل الفتره اللي فاتت كلها. فبالتالي الزمالك وصل معاهم لاتفاق ان هو هيدفع المبلغ كامل. معلومات انه الزمالك بعت بالظبط. احنا بس مختلفين دلوقتي انه الانديه دي تبعت انه خلاص تم تسويه الامر. بس هو انه خلاص خد الفلوس هيبعت، بس هي القصه بقى الوقت الديدلاين بالظبط. هي المشكله في الديدلاين، لان الكاف لغايه اللحظه دي حسب معلوماتي ان انا كنت متوقع مثلا يمد لغايه 31/7. بس انا عشان خيالي سرح. يعني كل المشوار اللي مشيه الزمالك ده في كل القضايا دي وكل الفلوس دي اللي اتدفعت وكل الفتره اللي اتاجلت دي وكل الفتره اللي اتاجلت دي، وانت بتقول لي في نسبه ولو 1% ان ممكن الزمالك ما يشاركش افريقيا؟ كريم انا يعني اتوقع، يعني رؤيتي يعني انا قلت معلومات تمام، بس انا اتوقع ان الزمالك هيشارك في افريقيا.